حلقة النهاردة حلقة مثيرة للجدل. حلقة النهاردة حلقة مش عارفة اوصفها لكم ازاي، او ابدأها منين، او انهيها ازاي، او ايه بالظبط. الحلقة دي حلقة النهاردة حلقة غريبة قوي. النهاردة حلقتي هتكلم على مطرب لو انتوا تعرفوه او سمعتوا عنه قبل كده. مطرب اسمه يوري مرقدي، كان بيغني عربي انا عربي انا. يوري مرقدي كان في برنامج هو ومراته ألفت. طلعوا في برنامج وصرحوا بشوية حاجات كده، حاجات صعبة قوي، تصريحات صعبة جدا، تصريحات لا يتخيلها العقل ولا الوجدان. طلعوا قالوا كلام صعب قوي. طلعوا قالوا ايه هقول لكم قالوا ايه. قالوا احنا عملنا مساكنة. مساكنة يعني ايه مساكنة؟ المساكنة ديت هي ان الواحد او واحدة بيعاشروا بعض معاشرة الازواج في بيت واحد، ونفعنا نعيش مع بعض اهلا وسهلا، ما نفعناش نعيش مع بعض كل واحد يروح لحاله. يعني بمعنى اصح ده زنا. قعدوا في المساكنة 10 سنين، 10 سنين، وبعد كده تزوج. ومن حلاوته ومن جماله وهو طالع يتكلم وبيقول ويفتخر يعني الرجولة عنده كانت واخدة حقها شوية. طلع واتكلم وقال ايه كمان؟ وانا بنتي الكبيرة بتعمل مساكنة، بنتك الكبيرة كمان بتعمل مساكنة؟ يا راجل، يا راجل قول كلام غير ده. يعني طب انت اهو عديها، لكن تطلع وتقول كمان ان بنتك الكبيرة عاملة مساكنة؟ لا، الموضوع صعب ومش داخل في الدماغ، وكمان مصرح بكلام صعب قوي قوي قوي. ما ينفعش معانا عرب ان احنا نسمعه، او مسلمين او عالم شرقيين ان احنا نسمع كلام زي ده. طب تعالوا نشوف قال ايه، وايه تصريحاته، وايه كلامه هو ومراته، وكمان المذيعه اللي دخلت في الحوار وكمان كانت مثيره هي كمان للجدل. تعالوا معانا نشوف قال ايه يوري مرقدي. شخصين منا متدينين، اثنيناتنا ضد الدين. نحن شخصين منا متدينين، اثنيناتنا ضد الدين، وما بعتقد ولا مره الدين من تاريخ ما ابتدى لهلا قرب الناس من ربنا، ما في الا بيبعدهم عن ربنا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت مش متدين وضد الدين؟ يعني انت ملحد؟ يعني انا مش فاهمه كلامك. يعني انت ضد الدين؟ انت حر، انت براحتك، انت في حياتك. ما تطلعش على العلن وتقول ان انت ضد الدين، او ان الدين مش هيقربنا من ربنا. ازاي؟ كلنا تبع ديانات. انت ديانتك مسيحيه، هي معرفش ديانتها ايه، انا مسلمه. يعني في شيعه، في ابراهيميه، في ديانات كتير. لكن ان انت تطلع وتقول ان انت ضد الدين ده معناه ان انت بتعلن الحادك يعني على العلن. كمان كلام صعب قوي. مش عارفه ده يتحكى عليه ويتقال عليه ايه. بنتي الكبيره هلا عامله مساكنه بكندا. ما في. الراجل ده استاذ بيقول لك بنتي الكبيره عامله مساكنه في كندا. بنتك الكبيره؟ وطالع كده بكل اريحيه طالع تقول بنتي الكبيره عامله مساكنه في كندا؟ لا لا، يعني بجد اللي انت بتقوله ده صعب، وان انت بتتكلم في الديانه كمان ده صعب. يعني حاجه لا تغفر بجد. امشي على تربيه انا ماني مقتنعه فيها. انتوا عملتوا مساكنه؟ بدنا مساكنه طبعا. شفت المذيعه بتقول لهم ايه؟ انتوا عملتوا مساكنه؟ قالت لهم اه عملنا مساكنه طبعا. لا، مذيعه فريق خالص فاتحاها على البحري. يعني انتوا ايه اللي انتوا بتتكلموا فيه ده؟ ايه اللي انتوا الكلام ده المفروض اصلا ما يتقالش. المفروض ما تطلعوش على العلن وتعرفوا اولادنا او ولادنا يسمعوا الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. ده ما يصحش ابدا الكلام اللي بيتقال ده ابدا. عملتوا مساكنه 10 سنين 10 سنين عاشوا مع بعض 10 سنين، 10 سنين او اكتر. تقول لك كمان 11 سنه كمان. يعني يخرب بيتك. تعالوا نكمل نشوف ايه وضعهم ده وايه كلامهم ده. مين بيولي على الثاني اكثر بالعلاقه الحميميه؟ شايفين المذيعه بتقول ايه؟ يعني شايفين المذيعه بتتكلم بتقول ايه؟ يعني كمان خرجت عن نطاق النص وعن اي حاجه، وبتقول من مش قادره اقولها لها. يعني ايه اللي بتقوله ده؟ يعني ده حاجه غير اسلاميه وحاجه غير شرعيه، ولا دين ولا اسلام ولا اي حاجه يتكلم في اللي هما بيقولوه ده خالص. ما في امشي على تربيه انا ماني مقتنعه فيها. عملتوا مساكنه. هي مش مقتنعه بالتربيه اللي هي تربتها. يعني حتى كلام ألفت مراته تقول لك هي مش مقتنعه، ما فيهاش ان هي تمشي على التربيه اللي هي اتربت عليها. يعني حاجه، يعني زي ما تقولوا هو بقاله فتره لا انشهر ولا غنى ولا بيعمل اي حاجه. قال بقى اما اطلع واركب الترند زي ما هم بيركبوا الترند واقول موضوع يعمل بروباجندا كبيره والكل يتكلم عنه. بس هو اختار يعني الكلام الغلط والكلام اللي مش معقول، كلام مش مظبوط خالص، مش في محله ابدا خالص. يعني نكمل معانا. شي 10 سنين 10 سنين 11 سنه 10 سنين او 11 سنه عاش من غير جواز، وبنته كمان هي كمان بتعيش مساكنه كمان الايام دي. الشرقيه للرجل اهون. بنتي الكبيره هلا عامله مساكنه. راجل شرقي، راجل شرقي ومبسوط ببنته الكبيره.
طبعا انتوا عارفين ان يورو منقاد زي ما بقول لكم مسيحي، ومراته دي درزيه، يعني الديانتين مش مجتمعين مع بعض خالص، وعامه هم ما بيعترفوش خالص بالديانه، يعني هم ما بيعترفوش بان في حاجه اسمها اديان، يعني وصلت لكده كمان، يعني حاجه صعبه. وانا نحن شخصين منا متدينين، اثنين كده شوف لك ألفت وانا دي يعني الاثنين ضد الدين، يعني هما مش متدينين مش لخبطوني الاثنين ضد الدين، عايزين ايه اكتر من كده يعني كمان؟ ده الحاد علني، ده الحاد علني. زي انا اسمي درزيه وهو اسمه مسيحي، خلقت هيك وهو خلق هيك، عندي الله واحد، ما عندي الله ماروني والله رومي والله سني والله شيعي والله درزي. يعني الديانة بالنسبة لهم مسمى، يعني الديانة بالنسبة للاثنين كمان مسمى. لا وما بعتقد ولا مره الدين من تاريخ ما ابتدى لهلا قرب الناس من ربنا، ما في الا بيبعدهم عن ربنا. متخيلين معنى كلامه ده؟ ان هو كمان ما بيقومش باي طقوس بيقوم بيها، كان صلاة او اي حاجة، يعني متباعد كمان عن ربنا بكل حاجة يعني. الحاجة دي حاجة حقيقي مستفزة، حاجة يعني ضد أخلاقنا وضد ديننا اللي بيحصل ده. أنا عن نفسي بستنكر الموقف اللي هو بيعمله، بستنكر كلامه، وأتمنى إن احنا ما نتكلمش في الموضوع ده أكتر من كده، لأن ما ندروش أكتر من حقه إن هو يطلع أكتر من كده أو يتشهر عن كده، لأن كلامه غير منطقي خالص. وبكده حبايبي أنا خلاص خلصت حلقتي، وكمان عايزة منكم طلب، حابة إن أنا آخد رأيكم في حاجة. إيه رأيكم ان انا اغير اسم القناه من مطبخ مشمشه مع العائله لحكاوي مشمشه مع العائله؟ محتاجه رايكم في الكومنتات، وقولوا لي ايه رايكم في الاسم الجديد. لو عجبكم قولوا لي تم وانا هغيره ان شاء الله كده، يعني اتمنى منكم ان انتم يعني تشاركوني في الراي ان شاء الله. ما تنسوناش طبعا باللايك بتاعكم اللي دايما بتدعمونا بيه. مع السلامه.